بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Zindani showed us that the scientist is actually confirming what the Quran is saying and what has been said already many years ago in the Quran. Actually, that the scientists are now discovering what has been said before. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو البروفيسور شرويدر من علماء البحار في ألمانيا الغربية. التقينا به في ندوة لعلماء البحار نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وطلب مني أن ألقي محاضرة عن الظواهر البحرية بين الكشوف العلمية والآيات القرآنية. وبعد أن ألقيت المحاضرة وقف البروفيسور شرويدر في اليوم الثاني يعقب على هذه المحاضرة، فكان مما قال: I would like to comment on the lecture which Sheikh Zindani gave us yesterday, and would like to say how much I appreciate this lecture in the framework of such a scientific meeting. One doesn't need to be a Muslim. Even for me as a Christian, it is important to not only see science as it is, but also see the broad picture and compare it with religion, see it in the framework of religion. ثم أخذ البروفيسور شرويدر يتكلم عن العلاقة بين الأديان والعلم. إنه يتحدث عن تلك الفجوة الهائلة بين الأديان كلها وبين العلم، فهناك تنافر واضح بين قادة العلوم الدينية وقادة العلوم الكونية، ولكنه اندهش عندما سمع آيات القرآن وسمع الحقائق التي ذكرها هذا الكتاب الكريم قبل 1400 عام، فعلق على ذلك وقال: In many religions we find that the leaders think science can take something from the religion. If science is making progress, the religion has to move back and is being encroached on. Here we have a completely different approach. Zindani showed us that the scientist is actually confirming what the Quran is saying and what has been said already many years ago in the Quran. Actually, that the scientists are now discovering what has been said before. I think this is important. It is important for a symposium, for a workshop, to be told, for scientists from all nations to be told, and I'm sure that all of us are going home and we are thinking more about the relationship between the religion and the marine sciences. يبين أن ما يكتشفه العلماء اليوم قد ذكر في القرآن قبل 1400 عام، ولنا أن نتساءل: من الذي أخبر محمدا بهذا؟ من الذي أوحى إليه بهذا؟ إنها البينة التي يعرفها علماء عصرنا، سواء كانوا من علماء الفلك أو من علماء البحار أو من علماء الجيولوجيا أو من أي مجال من مجالات التخصصات التي يعرفها علماء عصرنا اليوم، من المجالات التي ذكرها القرآن الكريم أو أشارت إليها السنة النبوية المطهرة. إن البروفيسور شرويدر بكل ثقة بعد أن سمع ما سمع يتكلم عن هذا الأمر فيقول: There is not science on the one side, religion on the other side.
people not talking to each other, but they are all going into one direction. They are saying the same thing in a different language, in a very scientific language, in a very abstract language. This scientist in the language of the scriptures as expressed by the Sheikh. إنه يطالب جليا وبوضوح أن يقدم هذا للعالم جميعا وللناس جميعا وللعلماء خاصة في مجامعهم العلمية بكل لغاتهم ليفهموا هذه الظاهرة وليتبين لهم العلاقة الحقيقية بين الدين والعلم. نعم، إنه الدين الذي سلم من التحريف والعلم الذي يكون صحيحا لا بد أن يتفقا ولا بد أن يحث الدين الصحيح على العلم الصحيح كما هو الأمر في أمر الإسلام. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الدين يحث على العلم ويأمرنا أن ننظر في الكون من حولنا، والعلم يحني رأسه إجلالا لهذا الدين الحق. وهكذا نحن في بداية عصر جديد بإذن الله، عصر اللقاء بين الدين والعلم، بل التضافر بين الدين الحق والعلم الصحيح لتظهر البينة ولتتجدد في هذا الزمان بلغة يفهمها أهل هذا العصر.